السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح بنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا اللي فازت فيه الأرجنتين صار شيء غريب ما حدا للآن اتكلم عنه، حتى رغم الفوز الأرجنتيني والتألق الأرجنتيني في النهائي، ولكن هذا الشيء جدا غريب عجيب. هذا الشيء خلاني أطلع بهذا الفيديو السريع الخفيف اللطيف أحكي لكم عنه. اللي صار بكل بساطة بالهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني بالوقت بدل الضائع اللي أحرزه ميسي، لاعب من لاعبين المنتخب الأرجنتيني الاحتياطيين، دخل أرضية الملعب. وطبعا هذا ينافي قانون كرة القدم اللي بنص انه يلعب 11 لاعبا مقابل 11 لاعبا. طب يا أحمد، شو القانون بنص في هاي الحالة؟ القانون بكل بساطة بنص إذا دخل أي لاعب من اللاعبين الاحتياطيين أو اللاعبين الإداريين أرضية الملعب أثناء لعب الكرة، يجب في البداية أنه يوقف اللعب إذا كان هذا اللاعب أو هذا الإداري داخل في حيز اللعب، ويعطي إسقاط أو ركلة حرة غير مباشرة من مكان الدخول. طيب يا أحمد، إذا جابوا جول بهاي الحالة يجب على الحكم أنه يلغي الجول. شو بتحكي؟ يلغي الجول؟ طبعا يلغي الجول، وهذا للأسف اللي ما صار، أو يمكن الحكم ما شافه أو حكم الفار ما شافه، ولكن نص قانون الفيفا واضح وصريح، يجب على الحكم انه يلغي الجول، لانه اذا دخل جول وكان على ارضية الملعب من الفريق اكثر من 11 لاعب فهذا يعتبر خطأ، ومن مكان الدخول تعتبر خطأ ركلة حرة مباشرة أو غير مباشرة. وطبعا هذا القانون لم يطبق البارحة، بس هل بيعني هذا أنه الأرجنتين لا تستحق كأس العالم؟ لا يا صديقي، الأرجنتين تستحق كأس العالم 100%، ويستحق ميسي أن يكون أفضل لاعب في التاريخ. مع السلامة.